2001 كان رئيس الكاف موتسيبي قد قام بزيارة إلى السنغال أيضا، وتحدث مع مسؤولين سامين هناك ومع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وتلقى قميصا كهدية في نهاية الزيارة. قميص المنتخب السنغالي كان موشحا بنجمتين، وهي رسالة من الاتحاد السنغالي لكرة القدم بأننا ما زلنا أبطال إفريقيا. طبعا رئيس الكاف في كل مرة يتحاشى الحديث عن هذا الموضوع، يقول الآن المسألة أصبحت في أروقة الطأس. أكبر منا. وش حيتكلم حسون؟ كاين حاجة محمد، الافارقه ولا المغاربه، احنا رانا لاصقين مع الافارقه وبلد افريقي كما قال لك قاره. نعم. نهار تحترم روحك الناس تحترم روحك تحترمك. نعم. نهار ما تحترمش روحك ويشوفوك باللي نتايا دميه يوليو يلعبوا بك. رانا حنايا في الكره العالميه تابعين للفيفا، احنا زعما تابعين للكاف، بصح الخبر اللي يجي كامل الفيفا هي تقرر ولا الطاس. بصح وراهم الافارقه والمغاربه اللي دائما باش نسقموا كما يقول لك الكره الافريقيه باش تافونسي لازم يكون تنظيم. ماذا ذهب يفعل موتسيبي في السنغال؟ لو نعمل مقارنه مع عيسى حياته نجد عيسى حياته شخصية بارزة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكانت له كلمته في وقت مضى، حتى وان كانت سواء الاتحاد الاوروبي او الفيفا في وقت عملوا عليه ضغط رهيب، ولكنه كان شخصية بارزة